السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأعزاء. أهلا وسهلا بكم بقناة سكين كير العناية بالبشرة. اليوم أحضرنا لكم صابون دوف، وهو أحد أشهر أنواع الصابون في العالم، والذي لديه شهرة واسعة بفضل تركيبته اللطيفة والمنعشة التي تجعل البشرة ناعمة ونضيرة. سنقوم بالتحدث عنه في هذا الفيديو، تابعونا. يأتي صابون دوف بعدة أشكال وعدة ألوان، تختلف روائحها، وأيضا تختلف بالتكوينة التي تتركب منها. أحضرت لكم أحد أشهر الروائح الثلاثة: اللون الزهري الذي يقوم بتنعيم البشرة، وأيضا اللون النهدي الذي يحتوي على الحليب والياسمين بالإضافة إلى زيت جوز الهند، وهو يقوم بإراحة البشرة. اللون الثالث وهو اللون الأحمر، والذي يأتي بخلاصة الرمان، وهو يقوم أيضا بتنعيم الجلد. ويوجد أيضا عدة ألوان، منها اللون الأزرق واللون الأخضر الذي هو برائحة الخيار، بالإضافة إلى عدة ألوان أخرى غير مشهورة كثيرا. يتمتع صابون دوف بأنه يحتوي على 3 أشياء في صابونة واحدة: أولا التنظيف القوي، ثانيا إزالة الأوساخ والدهون، وثالثا تغذية البشرة بشكل قوي. طبعا صابون دوف يأتي من عدة مصانع. الذي بين يدينا الآن هو النسخة الأندونيسية، طبعا هي النسخة الأصلية. يوجد عدة نسخ أصلية أيضا من إنتاج مصانع في غير بلدان، ولكن يوجد كميات كبيرة من المنتجات التقليد في الأسواق. أرجو منكم الحذر. لكي تفرقوا بين المنتج الأصلي والتقليد، أولا عليكم أن تنتبهوا إلى أن الطباعة نافرة بالنسبة لشعار دوف، وهو شعار الحمامة. هذه تأتي نافرة عن الكرتونة العادية. ثانيا تأتي السعة الأصلية بسعة 90 جرام كما هو مكتوب هنا. أما النسخ التقليد ربما تأتي بسعات أكبر أو أصغر. هذا الشيء الثاني، بالإضافة إلى أنها تأتي غالبا مفتوحة، وهذا اللصاقة من هذا المكان غير قوية جدا، فتجدها مفكوكة في أغلب الأوقات. النسخة التقليد تأتي بيضاء من هذا المكان، ولا يكتبون فيها إلا كلمات بسيطة. مهم يميز النسخة الأصلية عن التقليد هو الرقم التسلسلي الذي يختلف من قطعة إلى أخرى، وهو يكون محفور حفر على الكرتونة ويمكنك أن تلمسه بيدك. تميز صابون دوف بأنه يحتوي على تركيبة غنية بالزيوت الطبيعية والمرطبات، والتي تساعد في تغذية وترطيب البشرة، مما يجعلها مناسبة لجميع أنواع البشرة. طبعا إلى جانب هذه الفوائد المغذية للبشرة، يأتي صابون دوف كما تحدثنا بعدة روائح مختلفة تضفي على الجسم شعورا بالانتعاش والنظافة طوال اليوم، فرائحته تدوم مدة طويلة، كما أنه يقوم بالحفاظ على توازن حامضية الجلد، وهذا يساعد على منع تجفاف الجلد وظهور التشققات. طبعا لا يقتصر دور صابون دوف على تنظيف الجسم فقط، بل إنه أيضا يستخدم كغسول للوجه، وذلك نظرا لخصائصه المغذية واللطيفة على البشرة. صابون دوف مناسب للاستخدام اليومي حتى على البشرة الحساسة التي لا يناسبها عدة صوابين، بخلاف صابون دوف الذي يناسب أيضا البشرة الحساسة، ولا خوف على استخدامه على هذا النوع من البشرة. إذا كنت تبحث عن صابون فعال وآمن للاستخدام، فإن صابون دوف هو خيار مثالي لبشرتك. وهكذا نكون قد وصلنا إلى ختام الفيديو لهذا اليوم. أرجو منكم الاشتراك في الفيديو والإعجاب بالقناة ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.